تعمل إيه لو قال لك دلِّل، دلِّل على صحة العبارة، يعني إيه الدليل على العبارة دي؟ طيب يا عم العبارة دي فين؟ العبارة دي بتقول: للمناخ أثرين متناقضين على النشاط الزراعي في الوطن العربي، يعني في حاجتين عكس بعض بيأثّروا على النشاط الزراعي، فين يا عم الحاج؟ في الوطن العربي. طيب عايزين نعرف نشوف الإجابة، ولكن الإجابة بالتفصيل. هنقسّم الإجابة لجزئين، الجزء الأول الأثر الإيجابي اللي هو الجميل، والأثر السلبي اللي هو القبيح. الأثر الإيجابي للمناخ إن هو متنوع، طيب ده خلّى في تنوع في المحاصيل، في محاصيل خاصة في فصل الصيف، في فصل الشتا وهكذا. والأثر السلبي اللي هو القبيح يعني إن الإنتاج الزراعي بقى متذبذب، يعني مش ثابت. طيب إيه السبب؟ سببه المناخ، المناخ ليه؟ لأن الوطن العربي معظمه بيعتمد على مياه الأمطار، والمياه الأمطار دلوقتي بقت غير ثابتة، فإذًا الإنتاج غير ثابت. وبكده نكون شرحنا السؤال ده بالتفصيل. ودايمًا باقول ما تبقاش بصمجي، خليك دايمًا إنسان بتفكر.